هو الزمالك عنده كام لعيب فسخ عقده؟ قبل الفيديو ولا بعد؟ بنتايك رسميا بيفسخ عقده مع الزمالك عشان ما بياخدش مرتبه، عشان يبقى كده تالت لعيب في الفرقه السنه دي يفسخ عقده، وده بعد عبد الحميد معالي وصلاح مصدق. الوضع في الزمالك كارثه بكل المقاييس، والحل الوحيد طبعا هو المصارحه للجمهور. مجلس الاداره لازم يصارح الناس بالموقف كامل من غير اي تجميل او تزويق او وعود حالمه. هو ما ينفعش نطلع نرمي اللوم على ارض اكتوبر، لان الارض دي مهما دخلت من فلوس فهو مش دخل مستمر، دخل مرة هيخلص في سنة ولا 2 وخلاص. ومع النهج الإداري اللي احنا شايفينه والصفقات الغريبة اللي بتيجي واللعيبة اللي بتمشي وما بتاخدش فلوسها والمرتبات اللي بتتكتب في العقود والنادي مش عارف هيدفعها للعيبة ازاي، كان الوضع هيتكرر تاني وتالت وعاشر. وطبعا المصائب لا تأتي فرادى. لسه من يومين 3 الزمالك تم إيقاف القيد ليه 3 فترات بسبب مستحقات فرجاني ساسي. وبالمناسبة بنتايك ممكن يبقى في مصر تاني في يناير عادي جدا. إدارة الزمالك حقيقي لازم تشوف حل سريع، وإيه هو ما تسألنيش عشان أنا فعلا ما أعرفوش، وتدفع للعيبه اللي موجوده حاليا مستحقاتها عشان ما نشوفش لعيبه تانية بتفسخ عقودها مع النادي. الازمات اللي بتحصل دي كلها بتخليني ما كنتش بتريق والله لما قلت